تسديدة من خارج منطقة الجزاء أن يضيف هدفا ثانيا بالنسبة لصالح منتخب الديكا، وعزز تقدم الديكا بهدفين الآن دون مقابل في وقت كان فيها المنتخب المغربي يبحث عن معادلة النتيجة مع فرصة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. ربما كيليان مبابي هو من صنع الهدف الثاني، فتح حتى هو المساحة لزميله، طلب الكرة في العمق، ثم أنه مشى مع المدافع اللي هو عيسى نوب، ثم شاهدنا كيف تدخل ديمبيلي في الجهه اليمنى ثم تسديد. لكن نتكلم عن الكره، اساس الكره منين جات وين التمريره ديال اوليزي في العمق، لان اللاعبين الوسط كانوا ما متمركزينش، التمركز ديالهم كان خاطئ على مستوى التغطيه، على مستوى غرق المساحه ديال التمرير، وبالتالي الوضعيه صعبت شيئا ما، مازال الوقت كافي من اجل ان لم يجد ولا فرصه. النقطه اللي ذكرتها لو تلاحظ حاليا رابط كان يرجي برتم بطيء خلف هذا، عكس اللي كان يبو عدي. نعم يعني حتى وان كان يبو عدي ليس في يوم ولا يجب كان لا انا اوكي، انا مطالب مني هو ايش؟ مطالب مني انا اغلق المساحات في العمق، يعني كذا. يعني انا اعتقد ان يعني صعبت جدا جدا جدا، صعبت على المغرب. المؤثرين دائما يخليوا اثرهم على الفريق، مش هذا شيء طبيعي. لكن اليوم ممكن نتكلموا على الشوط الاول، كان ما نقول كان سيء بشكل كبير، وياسين بونو كان في الموعد، وياسين بونو كان في الموعد، كان في المستوى المطلوب، عكس الشوط الثاني شفنا بدايه جيده، لكن استقبال هدفين في اوقات صعبه. اهلا بكم من جديد. المنتخب الفرنسي كان للامانه الطرف الافضل استحواذا، صناعه للفرص، وصولا كذلك الى منطقه الجزاء، لكنه اصطدم بالظاهر امامكم على الشاشه الحارس الكبير ياسين بونو الذي تصدى لركله جزاء من كيليان مبابي، ثم واصل التالق في اكثر من مناسبه. المنتخب المغربي اختار الانضباط الدفاعي، اغلاق المساحات، لكنه لم ينجح هجوميا في تهديد المرمى الفرنسي، ولم يسدد اي كره بين الخشبات الثلاث، كما لم تنجح استحواذا، صناعه للفرص، وصولا كذلك الى منطقه الجزاء، لكنه اصطدم بالظاهر امامكم على الشاشه الحارس الكبير ياسين بونو الذي تصدى لركله جزاء من كيليان مبابي، ثم واصل التالق في اكثر من مناسبه. المنتخب المغربي اختار الانضباط الدفاعي، اغلاق المساحات، لكنه لم ينجح هجوميا في تهديد المرمى الفرنسي، والمتعه وكذلك ما يرغب المشاهد في متابعته في مباراه مهمه بهذه القيمه. دعونا نتوقف مع فاصل قبل ان نواصل. حتى سواء في كاس العالم الماضي او كاس العالم، اكيد بانه يظل من اعظم الحراس المرمى على الاقل في مسابقات كاس العالم. حارس مرمى حاسم يخليك دائما في المباراه. هنا مره اخرى يعني تصدي لهذه ركله الجزاء، وثلاث تصديات اذا ما اخذنا من الاعتبار، فرصه كذلك اوباميكانو وفرصه ديزيري دوي والتسديده الاولى لامبابي. نتكلموا على 4 فرص حقيقيه للتسجيل، ويبقي هذا الحارس يعني شباك نظيفه لحد الساعه. تكلمنا يعني قبل الاستوديو اولا على مستوى تقليص ان صح التعبير الاخطاء الفنيه. لاحظنا بان ضربه جزاء جاءت عن طريق استلام خاطئ لحكيمي ومن ثم كانت المرتده. في رايي الشخصي التسرع اللاعب المزراوي على مستوى القيام بالانزلاق الارضي، ومن ثم ركله الجزاء. على مستوى البناء من الخلف هناك مجازفه مبالغه في الاحتفاظ بالكره، مرتين صلاح الدين يفعلها هو تحت الضغط، ومره بوعدي اللي تم من خلاله انه يسترجعون الكره، وكانت هي فرصه ديزيري دوي. والذي تكلمت معك قبل المباراه على الكرات الطويله في بعض الاحيان. هما في بعض الاحيان وفي اغلب الاحيان لاحظنا بان كان هناك اللعب المباشر، لكن الاكيد بان هذه النقاط يجب تفاديها ونظهر بشكل افضل في الشوط الثاني. روبير، رايك في الشوط الاول 13 اجمالي تسديدات؟ كان هناك اللعب المباشر، لكن الاكيد بان المرمى ركله جزاء ضائعه. هل هذا هو وجه المنتخب الفرنسي؟ حسنا مستوى المنتخب الفرنسي، نعم، لأنه منتخب ينطلق نحو الأمام. قرر اللاعب بتقدم وهجوم منذ البداية، وجد نفسه في مناطق المغرب، الاستحواذ كذلك والضغط كما رأينا في هذه اللقطة مثلا، ضغط عالي وسريع، ولكن نتيجة 0-0 هي بفضل حارس مرمى المغرب وهو ياسين بونو. ما ينقصنا ربما هو النجاعة الفعالية، تسجيل هذا الهدف الأول الذي بلا شك سوف يحرر منتخب فرنسا ويمكننا من إيجاد مساحات أكثر بعدها. حتى الآن الحال لم يحدث، لأن المغرب جيد جدا، متمركز بشكل جيد، منضبط كذلك، والكل يعرف مهمته على أرضية الميدان. لذا نعم يجب أن نكون صبورين، الصبر مطلوب هنا، يجب أن نواصل وأن نبني، وإذا ما كان هناك أي فرصة يجب أن تسجل، ولكن يجب الانتباه أيضا، لأن منتخب المغرب كما رأينا في المخالفة الأخيرة يمكن أن يحصل على ضربة جزاء، وهذا قد يغير كذلك توجه هذه المباراة تماما. لذا حتى من ناحيتنا يجب الانتباه. الفوت باسيون، هل هذا ينطبق كذلك على المنتخب المغربي؟ يكون صبور طبعا، يكون صبور، لكن لابد ان تختار كيفيه اللعب ومناطق اللعب. اعتقد المنتخب المغربي كان يعني يدافع بشكل مطلب لم نراه في البطوله. طبعا تلعب المنتخب الفرنسي، تلعب لاعبين من قيمه عاليه،
لكن لابد ان تختار. اعتقد انه الصعود نوعا ما واختيار منطقه الضغط واختيار تمركز لازم ان تبعد على بونو نوعا ما، لانه وخاصه لابد ان تتفادى الوضعيات 1 ضد 1. انت قريب وكذلك عديد الوضعيات 1 ضد 1 يخلي يعني المنتخب الفرنسي قادر انه يسدد ويسجل ويتلاعب مع اللاعبين. كذلك يتكلم ربيع على الاخطاء الفرديه، كثيره هي الاخطاء الفرديه في الشوط الاول. والنقطه الثالثه مهمه تكتيكيه هو المهاجم. انا اعتقد انه تواجد مهاجم في العمق يقلل من الضغط الفرنسي، لانه عندك تلعب انت مهاجم يطلب في اظهار اللاعبين، اكيد ستكون اكثر مساحه في وسط الميدان لكل لاعبين المغاربه قادرين انهم يلعبوا على اكثر ريحيه. في انتظار لمسه المدربين بين الشوطين دعونا نتوقف مع الفاصل قبل ان نعود. المشهد يتكرر في كل مباراة للمغرب خلال هذه البطولة. مشاهدين جماهير من مختلف الأعمار، عائلات، أطفال وشباب يجتمعون في مكان واحد في هذا الملعب، ملعب بوسطن الذي يحتضن المباراة والجماهير بنبض من جميع دول العالم وخصوصا في المدن المغربية والعربية. كابتن بعجالة كي نذهب إلى المباراة، ما الذي يجب أن يتغير خصوصا على مستوى التحسن الهجوم؟ وأنه على مستوى المناطق الخطرة يجب عدم الإطناب في السيطرة على الكرة، خاصة وإن يكون يعني في العمق وقريب من المرمى، لأنه بمجرد استخلاصها ممكن أن يضربك أي مهاجم كيفما كان نظرا لسرعتهم وكذلك التسديدات القوية. كذلك أريد أن أقف عن نقطة هي اللاعب حكيمي صراحة تلاحظ أنه هناك ممكن ضغوطات كبيرة، لاعب متوتر ويريد ممكن إن صح التعبير أن يفعل كل شيء. يعني في رأيي الشخصي الركلتين الثابتتين كان المفروض يتعامل معها بشكل أفضل مما تعامل به اللاعب حكيمي. هل يجب القلق من عدد الفرص المهدرة من فرنسا أم يستطيعون التعويض والعيش وسط المباراة؟ أتمنى بالتأكيد أن لا نقلق عليهم وأن لا يكون هناك ندم خاصة بعد المباراة على كل هذه الفرص المهدرة. على كل حال ما يجب فعله هو ما فعلناه في الشوط الأول، مواصلة الضغط العالي، استرجاع كذلك بعض الكرات ولعب الهجمة المرتدة السريعة وإيجاد الثغرة. إذن نتمنى بأن يخطئ بونو. شوف مباراة 90 دقيقة أو كابتن؟ اعتقد ستكون اكثر فرص، اعتقد ستكون اهداف. المنتخب المغربي لابد ان يلعب اكثر سرعه نحو الامام. اعتقد دخول رحيمي في الهجوم ممكن يريح الفريق على مستوى العمق ويخلي اكثر مساحه في وسط الميدان للاعبين المنتخب المغربي للتعامل اكثر مع الكره. اعتقد انه المباراه يعني ستكون فيها اهداف ومن شبه جهتين، يعني مفتوحه من جهتين. نعم. محمد وربيع على الصوره ويبدو انه راجع دروسه بدفتره على يده. ديدي ديشان كذلك كان في حديث مع الحكم، الاشاره طاقم تحكيمي كامل من الارجنتين بقياده فاكوندو تيو. امامكم مشاهدينا عناصر المنتخبين يتاهبان للخروج الى ارضيه الميدان بعد شوط اول لم يكن ممتعا صحيح، لكن كانت فيه الافضليه لصالح المنتخب الفرنسي في انتظار ما ستسفر عنه 45 دقيقه الثانيه في المباراه، قد تحسم في 90 او ربما اكثر من خلال شوطين اضافيين او ركلات الحظ الترجيحيه. نتحول